السلام عليكم. اليوم إن شاء الله راح نتقاسم معاكم هذه الوصفة الرائعة تاع القرنيط أخطبوط البولب. يعني تجي حارة بنينة، وكيفية تنظيفه يعني سهل في التنظيف من البداية حتى نوجدوا هذه الوصفة. بقاو معايا، راح نتقاسموا كل شيء مع بعض. هنايا بسم الله، عندي هنايا جبت كيلو ورطل تاع الأخطبوط. عندي هذا شوية كبير والآخرين صغار. هنايا نبدأ ننظف فيه. اولا نقلبو هكذايا ونحيلو الاحشاء اللي تجي لداخل. يعني انا نصفو جا منظف. هادو الصغار اللي جاو هكذا، شوفوا هذا جا منظف، يعني البائع كنظفهم. يعني ساهل في التنظيف تاعو. هنايا نشد هذاك بولب، نحيلو الراس العينين. هنايا بعد ما كان تفرغ من الاحشاء نحيلو هذوك، شوفوا حد تاع العينين ونقسم بالموس. هكذا ها هو الفم يجي فيه مباك. وهنا نقسمو على 4، يجي فيه 8 تاع الرجل. نقسمو على 4 بيسهل لي عملية التنظيف. كاين اللي يخليه هكذا بلي فونتوز ينحيلو غير هذيك لابو من الفوق، وانا هنايا راح نوجدو اون صوص، يعني نحيلو هاد لي فونتوز وكي نديروه مشوي ولا يعني فوق الجمر نخليلو هذوك لي فونتوز، نقيهم برك تحت الماء، نحيلهم هذاك نقط سوداء تجي لداخل في هذوك لي فونتوز تحت الماء، غير تمسيهم هكذا يتنحاو فاسيلمون. هنايا هكذا نشد نحي هذيك لابو فاسيلمون غير باليد، هكذا تتنحى. يعني هو يجي لازج هكذا بين اليدين. هكذا بعد ندير الماء يغلي ونحطو فيه 10 دقايق ونحيه. هكذا نكمل انا نحي هادو ونقيهم. كي نديروه في الماء سخون راح يسهل لنا عملية التنظيف. اليوم رانا مع فرحة نجاح بكالوريا. ها هو هنايا بعد ما درتو في الماء سخون 10 دقايق، يعني يسهل عليا عملية التنظيف باش نحو هذيك لابو تجي من فوق. هكذا غير باليدين نحوها كما ذكرت. وألف ألف مبروك للناجحين اللي تحصلوا على شهادة البكالوريا، واللي ما جابوش السنة إن شاء الله العام الجاي يعني
يجيبوه إن شاء الله. وألف مبروك لابن مدينتي حجوط اللي يتحصل على أعلى معدل 19 محمد آمين مقران. ألف ألف مبروك إن شاء الله لنجاحات أكثر في المستقبل. يعني هذا فخر لنا، يعني منذ الاستقلال لم يتحصل أحد على هذه العلامات، يعني في المواد العلمية دا كامل 20 على 20. نزيد نقول ألف ألف مبروك لمحمد آمين وجميع الناجحين يا رب. يعني هنايا سمعنا غير بالثلاثة الأوائل، ما سمعناش نتائج يعني لكامل الطلاب. إن شاء الله كامل ينجحوا وألف مبروك. هكذا نكمل أنايا. شوفوا فاسيل ما راح يغلب يديا، يعني شوية جهد راح يتنقى مليح. ومن بعد أنايا نشد نكمل نعاود نغسلو مليح نقطعو، ونجيب قدرة كوكوط بتيت كوكوط نديرو فيها، نغطيه بالماء ونديرو فوق النار. كما ذكرت كي نديروه مشوي ولا في وصفات أخرى راح نخلولو هادوك لي فونتوز. وهنايا كتدبيره كي بعد ما نقيتو نشد هادوك لي ديشي كامل نديرهم دون ان ساشي هكذا، نعاود ندوبليهم لو ساشي نديرهم دون زين بواط ونديرهم في المجمد كونجيلاتور. وقت اللي نكونوا رايحين نخرجوا لا بوبال اعزكم الله نخرجوه ونديروه فيها، يعني مع هاد السخانه والريحه. يعني كتدبيره ما نخليوش هكذاك في السخانه هكذا كما ذكرت. نجيب بتيت كوكوط هكذا، ما عندي كميه يعني ولات كميه صغيره ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله على النعمه. هكذا نغطيه بالماء نديه فوق النار ونوجد خليط. يعني عندي الهريسه مغرفه كبيره تاع الهريسه، 2 مغارف تاع طماطيش مصبره، مغرفه تاع الزعتر، الثوم درست 5 سنينات ولا 6 تاع الثوم، فلفل عكري احمر حلو، الملح، ونضيف مغرفه تاع الزيت. كنت ضفتهم هنايا في هذاك القرنيط، نخليهم 10 دقائق هكذا يدو كامل البنه، والزعتر راح يمدلو بنه بزاف بنينه. هنايا ها هو واجد معايا، يعني نديرو الزعتر ماشي زعتره لوريكو. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم وطريقه التنظيف، والى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.